السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد على التخطيط على النظام. حابب أفرجكم شوف المنظر الطبيعي. طبعا المكان مجهز 100%، مكان للألعاب زائد ملعب كرة يد، ملعب كرة سلة، مع تخطيط مع نظام، حاجة في منتهى الجمال. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في الصورة احنا داخلين دلوقتي على هنا، شايفين هنا مكان ألعاب جنب الملعب اللي هو كرة اليد. يعني لو أسرة طلعوا مع بعض، أحد الأطفال عايز يتمرن أو عايز يلعب مثلا رياضة معينة، فشايفين المنظر الطبيعي هنا، عاملين ملعب، مخططين العلامة الخضراء ديت إن المكان التجمع بتاع الأطفال، زائد هنا المنظر الطبيعي حوالين الملعب دوت. طبعا الملعب دوت لفترة الصيف فقط، يعني في صالة مغطاة موجودة هنا، المدخل بتاعها من الجنب. أنا حابب أنا واقف جدا تحت منه، أنا محبتش أظهره، أنا حبيت أظهر ليكم بس المنظر الطبيعي الجذاب اللي موجود. طبعا الجو كان كويس امبارح في ألمانيا، وكنت مع بنتي عشان هي بتتدرب كرة يد هنا في ألمانيا. ف يعني في الصالة المغطاة طبعا عشان الجو لسه شوية بارد. فحابب أشرح لكم شوف الملعب دوت مخطط يد وسلة للفترة الصيفية، عشان لما يكون الجو كويس وصيف إن هم يلعبوا هنا. شايفين الأشجار محاوطة الملعب، الملعب مخطط 100%، الملعب مجهز. هنا شايفين المرمى، هنا المنظر الناحية التانية المرمى التاني، والملعب لخطوط محددة. يعني هنا كرة يد، في منتصف الملعب الخطوط الصفراء ديت ملعب كرة سلة. هنا المنازل جنب الملعب دوت تابع للمدرسة، يعني هم مهتمين جدا بالأنشطة الرياضية في كل ألمانيا. هنا على الجوانب إن أنت التسخين أو رياضة اللي هو الجري والقفز. في آخر الفيديو هتشوفوا طبعا، هيظهر لكم بالظبط إيه المكان إزاي مخطط، إزاي موجود. الرعاية هنا والاهتمام بالرياضة والحفاظ على الجسم. هنا أنت بتلاقي الشخص 90 سنة وما شاء الله صحته كويسة، محافظ على نفسه. هنا شايفين تدخل من الناحية دي، هنا المكان دوت يعني زي مكان للماراثون كده، اللي هو القفز من مسافات بعيدة. هنا مكان للعدائين اللي هم بيجروا المسافات الطويلة. يعني هم هنا عاملين نظام ان هو يعدوا الطفل من الالف للياء، يعني ما عندهمش مشكلة ان هم يصرفوا، ولكن مصروف عشان في النهاية يطلع النتيجة اللي هو التخطيط. يعني عاملين تخطيط مميز. هنا دوت الملعب دوت عليه أبواب، عليه شبابيك، عليه أبواب ومقفولة. الملعب دوت خاص بالمدرسة للفترة الرياضة، لأن هم عندهم حصص رياضية أو حصص ألعاب احنا بنسميها في مصر، بحيث إن الطفل من دول يتدرب على كل حاجة، يشوفوه اهتماماته، يشوفوه قوي في ايه بالظبط او اهتماماته ايه او بيحب يلعب ايه بالظبط. يعني هنا المرمى دوت العارضة بنسميها بالمصري، العارضة موجودة هنا دوت. العارضة ديت موجودة لكرة اليد، لأن دوت ملعب مخطط لكرة اليد وكرة السلة زي ما حضراتكم شايفين. أنا بحاول أنقل لكم الصورة زي من نفس المكان. شايفين وراه المكان نجيلة طبيعية، الجو جميل، السما شايفين الغيوم مع السما. طبعا احنا لسه في فصل يعني الربيع، فعشان كده مرات يكون في مطر، مرات يكون في درجة حرارة كويسة. هنا شايفين هنا العلامة ديت ان انت تجري المسافة كلها حوالي 100 متر، وبقى تقفز هنا اللي هو في الرملة، يشوفوا مين اكتر واحد قفز، يعني زي رياضة القفز. هناك لرياضة الجري على الجنب التاني. يعني هنا في 3 مسارات او 3 رايات للجري اللي هو القفز، في 4 مسارات للجري. هنا السماء كان منظرها بصراحة امبارح جميل جدا. عاملين حساب لكل حاجة، يعني فترة الصيف
بيلعبوا في الصالة المغطاة. الصالة المغطاة مكيفة 100%، التكييف شغال عشان الأطفال ما يمغطوش. في الفترة الصيفية عشان الجو في الصالة المغطاة بيكون شوية عادي، عشان الهواء يكون طازة فبيتدربوا برا. الأرضية ديت على فكرة لو واحد وقع عليها ما بيتعورش، يعني مش بيتعرضوا لإصابات من الأرضية الملعب. شايفين هنا التخطيط هنا؟ شايفين هنا ده مكان السلة، وهيجيلكوا في الفيديو بعد شوية هتشوفوا منظر جميل. هنا شايفين مكان اللي هو الأعمدة بتاعت الباسكت، اللي هو القائم نفسه اللي معلق في الباسكت. حاجة في منتهى الجمال، عجبتني جدا، حبيت أشارككم مع الفيديو. أتمنى طبعا يعني تقدرونا بلايك واشتراك، وتشيروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم عشان القناة بيكم بترتفع بالتوفيق إن شاء الله. شايفين أهو هنا قوائم السلة موجودة على الجنب. في حالة إن هم هيلعبوا سلة في أماكن مجهزة ليها بياخدوها بيشيلوها، وعندها عجل في الخلف بيرفعوها ويدخلوها لحد المكان.